وهو انه الكابتن عمر السومة والكابتن محمود المواس هن من اساطير كرة القدم السورية، وقدموا الكثير لمنتخب سوريا وللأندية اللي لعبوا فيها، وكانوا خير سفراء للكرة السورية خارج سوريا بالسنوات اللي احترفوا فيها، وإلهم كل المحبة والتقدير، وما حدا بيقدر يختلف على هاي النقطة. فبالتالي أكيد لما بده يكونوا خارج القائمة المشاركة بكأس آسيا، أكيد رح تكون ردة فعل الشارع قوية مستغربة بهي الطريقة، وهذا الشيء ما كان يعني انه غير منتظر. بالنهاية مثل ما صارت القصة معروفة، يعني هي المسألة يجب أن نأخذها بحيزين. الحيز الأول هي كيف بيتعاملوا المدربين الأجانب في كرة القدم، كيف تعلن القائمة دائما قبل البطولات الكبرى أو قبل حتى تصفيات أو ما شابه. في كل دول العالم هذه هي الطريقة التي تعلن بها القائمة. شاهدنا حتى يعني في أمثلة كتير ممكن نذكرها. على سبيل المثال قبل كأس العالم مونديال 2022 في قطر، منتخب البرازيل، مدرب منتخب برازيلي كان بيعلن القائمة عبر مؤتمر صحفي مباشر، وكان لعيبة البرازيل كلهم قاعدين بمنازلهم مع عائلاتهم مع أصدقائهم، وكان كل ما يطلع اسم كان في حالة من الترقب تماما، ممكن اسم يطلع بالقائمة وممكن ما يطلع، وصولا لأبرز حتى نيمار يعني كان موجود فيها. وكل المدربين حتى الأجانب اللي تعاملنا معهم واللي اجوا على سوريا كانت نفس الحالة ونفس الطريقة، كان دائما في تكتم شديد على القائمة إلى يوم إعلانها. فلذلك أيضا الحيز الثاني فينا ناخذه أنه نحن ما فينا أيضا ننكر بأنه الأرجنتيني هيكتور كوبر هو أهم مدرب صاحب أهم سي في إجا على منتخب سوريا عبر التاريخ. لذلك من غير الجيد وغير المنطقي أن نناقش سي في هيكتور كوبر وأن نقول أنه هذا المدرب مثلا مخلص أو كان بالبيت أو ما عاد عنده شيء يعطيه من هذا الحكي. هذا الحكي معيب وغير منطقي أكيد. اللي صارت القصة معروفة. الكابتن هيكتور كوبر أرسل قائمته وطلب إعلانها بشكل رسمي وأخذ قراره بهذا الموضوع. بقيت القائمة 3 أيام في اتحاد الكرة دون أن تعلن. كان في محاولات أنه خلينا ناخذ عاداتنا وتقاليدنا، انه خلينا نخبر النجوم تماما. يعني خبينا بالنهايه اسماء ليست بالقليله. عمر السومة كما ذكرنا هو هداف اسيا، هو هداف الدوري السعودي التاريخي. محمود المواس هو اكثر لاعب لعب مباريات دوليه في التشكيله الحاليه اللي لساتها اكتف ما اعتزلت. فيعني انه ممكن يتقبل، ولكن كان في اصرار من المدرب على انه هيك نحن بنشتغل، هذا هو الشغل، هيك الصح. ولازم تعلن بهي الطريقة. على العموم أي استفسار وأي شيء يتعلق بخيارات الكابتن هيكتور كوبر وآلية اختياره للاعبين وأي مسألة أخرى قد تناقش وقد يمكن مناقشتها معه شخصيا في المؤتمر الصحفي يوم السبت الساعة 12 الظهر. تمام.